معاهدة فيرساي هي معاهدة تفرضت على الصعيصعة ديال أوروبا واللي هي ألمانيا في 28 يونيو 1919 وكتسمى حتى بمعاهدة الدل. شي كالدل كلشي القانون الا قلب الاحترام، واللي كانت فيها 200 صفحة و440 بند، واللي فرضوا عليها هذه المعاهدة وهما دول الحلفاء وحملوا المسؤولية الألمانية باللي هي السبب في الحرب العالمية الأولى. سير الله ياخذ فيك الحق، سير الله ياخذ فيك الحق، خاصك العصا يا ألمانيا. وفرضوا عليها شروط قاسية من بينها دفع غرامة مالية كبيرة ويحيدوا لهم بعض الأراضي، والجيش الألماني ما يفوتش 100,000 جندي. صراحة بهدلوهم تبهديلة. وهاد المعاهدة من بعد تكون من بين أسباب الحرب العالمية الثانية. فكيفاش وبسبباش؟ والله ما عرفنا السبب. النظام الاشتراكي هو نظام اقتصادي واجتماعي بان في القرن 19، ارتكز على الملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج. وشنو هي وسائل الانتاج؟ وسائل الانتاج هما الشركات والمصانع والمناجم، يعني لا عندك مصنع وكتربح منه تقسم شويه مع الخدامه وشويه ديالك والاغلبيه ديال الدوله. يعني الا كان المنجم ديالك سميه ديالنا، ولا كانت الشركات ديالك سميها ديالنا، ولا كانت لاشين ديالي سميها ديالنا، ولا كانت ديالك دير جيمو ابوني وبارطاجي مع صحابك. النظام الرأسمالي هو نظام اقتصادي واجتماعي كيرتكز على الملكيه الفرديه لوسائل الانتاج وحتى المنافسه، وهو ضد النظام الاشتراكي اللي هضرنا عليه في الحلقه اللي فاتت. يعني لا عندك شركه وكتربح منها كتخلص شويه للخدامه والدوله ما كتدخلش فيك نهائيا، وانت كيبقى لك الربح كامل وكتولي مليونير نعمس. وتقدر دير شركه اخرى، يعني الا كان المنجم ديالك سميه ديالي، وإلا كان المصنع ديالك سميه ديالي، وإلا كانت لاشين ديالي سميها ديالنا. طبيعة الحال كتبقى ديالكم، ايوا بارطاجيوها باش توصل للناس زوينه بحالكم. الأزمة الاقتصادية الكبرى هي أزمة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية نهار الخميس 24 أكتوبر 1929، وهذا النهار كيتسمى حتى بالخميس الاسود، وبدات بالضبط في بورصه وول ستريت. 15 يوم ديال ريبيتيسيون على قبل هاد الكلمه، على قبل. وماشي بزاف تضربات الازمه القطاعات كاملين، ومن بعد اضرب جميع الدول الراسماليه. علاش ضربات الدول الرأسمالية؟ هادشي غنعرفوه في درس ازمات العالم الراسمالي الكبرى. مؤتمر السلام. مؤتمر السلام او مؤتمر الصلح دار بعد الحرب العالميه الاولى في باريس 1919 تحت الاشراف ديال الدول المنتصره في الحرب، واللي هما فرنسا والميريكان والطليان وبريطانيا، ولكن ما كانوش الدول اللي خسروا في الحرب. وهذا المؤتمر دار باش يديروا السلم مع الدول المنهزمه. شنو هي؟ عاودة ما داروش السلم، ولكن فرضوا معاهدات وسطها عقوبات سموها السلم. ودابا دويتي ودويت انت وقول لهم غندوي ونقول لهم ديروا جيمو ابوني وبارطاجيو مع صحابكم. معاهدة الحماية. معاهدة الحماية أو معاهدة فاس تفرض على المغرب من طرف فرنسا في 30 مارس 1912، فاللي وقع عليه من طرف المغرب هو المولى عبد الحفيظ، واللي وقع عليه من طرف فرنسا هو السفير رينو، وبموجبها ولا المغرب تحت الاستعمار الفرنسي تحت الحماية الفرنسية الحقارين الآخرين. الحرب الباردة. واو وقف عند حدك وبدل لي في عقلك، حيت الحرب البارده ماشي هي حرب في البرد والشتاء والسوفيات فلقوا الامريكانيين بالثلجه، لا. فالحرب البارده هو صراع غير مباشر، يعني ما تصادم حتى جيش، لا الاتحاد السوفيتي اللي كيقود المعسكر الشرقي ضربوا الامريكان، ولا الولايات المتحده الامريكيه اللي كتقود المعسكر الغربي ضربوا السوفيات. ووسط هذه الحرب كانوا جوج ديال المراحل، ووسط هذه المراحل خلات كل قطب ينشر المبادئ ديالو، من بينها السوفيات ينشروا الاشتراكيه والامريكان ينشروا الراسماليه. ولكن هادشي يخلي يبانوا بزاف ديال الازمات، وباش تفهم اكثر دخل الحلقه 10 و11 وغتفهم، وباش تفرحني اكثر دير لي جيم وكومونتير باش حتى انا نفرح اكثر.